شيكو بنزا لازم يبقى ليه دور من بدايه الماتش، وهيبقى ورقه مهمه جدا. كلماري هو انا باشا وهو. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. بس شيكو بنزا ما بينفعش في الماتشات المتقفله، وطبعا من المتوقع ان اتحاد العاصمه هينزل يقول لك حيطه يا ولد، ويعمل زون ديفنس ويرص الاتوبيس. وطبعا المساحات دي شيكو بنزا ما بيجيش فيها. شيكو بنزا عايز فدان يجري فيه. طب نعمل ايه عشان نحل المشكله دي؟ ما شيكو بنزا عايزين يبدا من الاول، ما احنا عايزين نبدا بالقوه الضربه ونخلص الماتش على طول. مش عايزين الماتش يدخلنا في سيناريوهات ويتصعب ويبدا ياخد الثقه والكلام ده. يعني من الاول لاعب عداء الدباغ يمين، لاعب شيكو بنزا شمال، لاعب ناصر منسي مهاجم، لاعب بزيره 10 تحتيهم، يبقى هو صانع اللعب. لازم انت لاعب بزيره الماتش ده صانع اللعب. يعني طب انا عشان العب شيكو بنزا من بدايه قول السؤال المباراه تاني. هعمل ايه عشان في الكل والتكتلات ديت واديله الكوره؟ لازما اعمل جبهه ناحيه اليمين. الجبهه دي بقى يبقى فيها مثلث كده. واحد هيقول لي طب يعني هو مدرب اتحاد العاصمه مش عامل حسابه للكلام دوت؟ هقول لك بس صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هتعمل جبهه ناحيه اليمين، هيمين على اليمين خوان بزيره مع محمد شحاته مع عبد الله السعيد، هيكونوا جبهه اوتوماتيك. اول ما خوان بزيره وعبد الله السعيد وشحاته يعني يستحوذوا على الكوره في الحته اليمين دي ويبداوا يتنقلوا الكوره اوتوماتيك، هم عاملين حسابهم عارفين ان ده هيحصل مش عارفين، هتلاقي اللعب كله بيميل ناحيه اليمين. فبالتالي شيكو بنزا بيبقى فاضي الناحيه الثانيه او معاه الباك بتاعه بس، فبتخلق له مساحه مع 1 على 1 او حتى مع 2 على 1 هيقدر برضك يتصرف. انما عشان يبقى في زحمه مش هينفع، فاحنا لازم نجمع لعب على جبهه. وعبد الله السعيد بواحده من حاجات بقى عبد الله السعيد وحلوات عبد الله السعيد، ينقل الملعب الناحيه الثانيه لشيكو بنزا، وشيكو بنزا بقى يتصرف. شيكو بنزا ينطلق بقى ويعمل حسنه يا شيخ زي ما عملش الماتش في بيراميدز. انت كنت ممكن تخلص الماتش من هناك لو الكره اللي انت شمست فيها الجون دي حطيتها لوحدها الدباغ ورفعت عينيك. بس الحمد لله ان شاء الله شيكو بنزا يبقى سبب من اسباب الفوز. دي نقطه. تاني نقطه حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد لازم يبقى ليه دور في الماتش ده، دور هجومي طبعا. دور دفاعي ده يعني مما لا شك فيه، ده حاجه بديهيه. بس دور هجومي ازاي؟ الماتش ممكن نروح في سيناريوهات، والكابتن معتمد جمال لازم يبقى عامل حسابه في السيناريو ده لا قدر الله، ان انت خلاص لازم بتهاجم بكل خطوطك، ما عندكش حاجه هتبكي عليها، لازم تجيب جون في اي لحظه. انت لسه متعادل 0-0، هتعمل ايه؟ هطلع حسام عبد المجيد جوه ال 18، اخليه يزيد، اخليه يلعب مهاجم. هلاعب حسام عبد المجيد مهاجم يا عم، انا مجنون، هلاعب حسام عبد المجيد مهاجم وابدا اعلق عرضيات كتير، يبقى حسام عبد المجيد جوه ال 18 وناصر منسي وعداء الدباغ الثلاثه جوه ال 18 مع عرضيات كتير، عرضيات مظبوطه. لازما 100% واحده 2 3 هتلطش، هتيجي مره لناصر، هتيجي مره لحسام، هتيجي مره للدباغ، واحده هناخد فيها ضربه جزاء كده والدنيا هتمشي ان شاء الله باذن الله. لازم الكابتن معتمد، طبعا الكابتن معتمد جمال مش محتاج وصايه، بس هو لازم نعمل احتمال لكل السيناريوهات. وان شاء الله باذن الله الكونفدراليه الزملكاويه والدوري في 100 عقبه واسبوع افراح في الزمالك ان شاء الله. صليتوا على النبي يا اخواتي الصلاه، مش هتعمل الشير والفول واللايك. سلام.